على كل الاحوال احنا هنعمل الطبق بتاعنا الاولاني دوت، وهيبقى النوع بتاعنا اللي هو هيكون صدور فراخ. صدور الفراخ اللي هنستعملها هتكون صدور متقطعه لقطع صغيره، يعني الصدر نفسه بنجيبه بنقطعه زي ما احنا شايفين، زي فكره يعني زي ستريبس او اكبر شويه من عيدان الكبريت، بتبقى هي ديت اللي انا هستعملها. دي بتبلها بملح وفلفل، وهنتكلم كمان على موضوع الملح والفلفل والتوابل والبهارات اللي بتستخدم في الطياره عموما، لان كل شركات الطيران بتعاني من الموضوع نفسه، اللي هو ازاي يعملوا اكل يرضوا بيه الركاب وفي نفس الوقت ما يأثرش على الناحية الصحية. يعني على سبيل المثال الملح عموما للناس اللي عندها، في ناس عندها بتسبب لها أورام لما بيجوا يسافروا على ارتفاع عالي، بتحصل مع الضغط العالي وقلة الأكسجين رجليهم بتتورم، وخصوصا لو كلوا أي حاجة فيها ملح. في ناس قبلها بيومين ثلاثة بيبطلوا ياكلوا أي أكل بملح، وما يجوا يسافروا على الطيارة ما بياكلوش حاجة فيها ملح، يبقى إذا الأكل نفسه ملوش طعم. فده مش ذنب شركة الطيران، لكن دي حاجة من الحاجات اللي شركة الطيران بتعاني منها في الحكاية ديت. والحاجة الثانية إن على الارتفاع 30,000 قدم التيست بادز اللي هي اللعاب ما نقدرش نستوعب وبندوق الطعم زي اللي بيدخن سجاير كتير. واحد بيدخن واحد ما بيدخنش، اللي بيدخن بيدوق اكل ملوش طعم، واللي ما بيدخنش بيبقى الاكل كويس بالنسبه له. فاللي بيدخن بيضيف ملح عليها، نفس الشيء بيضطر يضيف ملح. فاذا هي عمليه مش قادرين يعملوا ايه، يحطوا ملح ولا ما يحطوش ملح. على كل الاحوال الاكل اللي احنا نعمله هيكون ممكن يتاكل في الارض، يتاكل في الجو، ونوريكم ممكن الاكل اللي هو بيتعمل ممكن تعملوه، مش لازم تسافروا ولا تطيروا علشان تعملوه. هنا هحمر شويه بصل في شويه زيت زيتون، بمجرد ده ما بيتحمر في نفس الوقت هتبل الفراخ، حطيت عليها شويه ملح وفلفل شويه صغيرين مش كتير، ومعاهم احط جوز الطيب فرمتها ناعم، وديت احط معاها شويه دقيق، على اساس ديت اللي هيبقى فيها الصلصه اللي هقدمها مع الطبق ده، وهتبقى الصلصه جوه الطبق نفسه. الحاجة الثانية بالنسبة للارتفاعات العالية اللي هي زي ما قلنا الارتفاعات العالية ومفيش الأكسجين بيقل، يبقى البروتين ما بيتهضمش بسرعة. الكربوهيدرات النشويات أسرع حاجة بتتهضم، أو بمعنى أصح مش أسرع حاجة بس، إنما ما بتحتاجش نسبة أكسجين كتير، ما بتحتاجش أكسجين زي البروتين وزي المكونات الثانية زي الدهون. فإذا في الارتفاع العالي النشويات بتبقى سهلة في الهضم أكتر. هنا بقلب البصل لغايه بس ما يدبل شويه، ومع دوت هحط القطع الفراخ اللي احنا تبلناها وحطينا عليها ملح وفلفل، وبعدين ضفت عليها شويه دقيق على اساس لما اسويها هنا اهوت هحمرها شويه مع البصل، ودي اللي هضيف عليها هعمل منها الصلصه في قلبيها، يعني هتبقى الصلصه مع الفراخ، وشويه الدقيق اللي فيها دول هم اللي هيعملوا لي هيخلوا الصلصه تبقى متماسكه. اتاكد هنا ان بحمر الفراخ شويه، و هحط معاها مشروم اللي هو عيش الغراب، بس استنى الاول ادي للفراخ طعم. ممكن احط شويه جوز الطيب هنا زياده. وبالمناسبه استعمال جوز الطيب، في ناس بتقول ان جوز الطيب بتبقى حاجه من الحاجات اللي هي المهدئه. في شركات طيران بتقدم انواع اكل وممكن انتوا تطلبوها، اللي هو لو حد حب ياكل اكل او مثلا بيدي حاجات تهدي الاعصاب، ممكن شوكولاته سخنه، ممكن الاكل نفسه بيكون فيه توابل بحيث ان هم يبقوا بتساعد على ان الواحد يريح. ونتكلم على الاكلات الخاصه اللي بتقدم عموما في شركات الطيران، وايه الاختيارات اللي ليكم اللي انتم ممكن تعرفوها وتساعدكم في رحلتكم الجايه ان شاء الله. بعد ما بحمر البصل والفراخ كده اهوت هضيف عليهم عيش الغراب، نحط شويه مشروم بقطعه قطع صغيره، على اساس ان القطعه ديت يا دوبك عبال ما تنزل شويه من الميه اللي فيها هضيف عليها شويه من ممكن شويه دقيق تانيين، بس اتاكد ان انا بستمر في التقليب عشان الفراخ نفسها ما تتحرقش. ولو حبيت ان انا اضيف شويه تتبيله زياده هنا على اساس انا ضفت المشروم او عيش الغراب، نحط شويه هنا اهو وشويه فلفل صغيرين، وبعدين هبقى اضيف لهم المرقه، وديت هتبقى اخر حاجه هضيفها. نقلب ده شويه، ممكن احط لهم شويه دقيق تانيين صغيرين يتشربوا من الميه اللي هتنزل من عيش الغراب. وبعد ما بحمر الدقيق ده واتاكد ان هو ابتدى يتحمر وطعمه يروح هنا اهو، هضيف اخر حاجه هنا اهو، احط شويه كريمه صغيرين، مش هكتر، شويه كريمه صغيره، واحط معاها مرقه وتكون مرقه فراخ طالما الاكل اللي انا بعمله ده فراخ.
هحط كميه كتيره، وخصوصا ان احنا قلنا ان هم بيعملوا الاكل وبيسخنوه، فبيحتاج يبقى فيها سائل بزياده. يعني هحط السائل دوت واتاكد ان انا بقلبه عشان اخلط كل الدقيق اللي فيه، وهو الدقيق هيعمل لي الصلصه اللي هي تبقى سميكه وغليظه. وكمان هكمل بقيه سوى الفراخ وبقيه سوى المشروم. ولو حسيت ان انا محتاج اضيف سائل تاني هضيف سائل تاني، لان دي مش هتتقدم مره واحده، ديت هتتسخن بعدين وبتاخد على الاقل مره في الفرن حوالي 45 دقيقه. لما نشوفكم نكمل ونشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين انا زودت، يعني لو هعمل الاكل دوت وهقدمه دلوقتي مش هتكون فيه كميه الصلصه ديت، لكن عشان ممكن اعمله ويبقى طبعا الكميات هتبقى كبيره وحسب الكميه اللي انا اعملها، لكن الصلصه بتبقى زياده شويه علشان ادي مساحه للسائل اللي هو هيتبخر قبل ما بقدم الاكل. لكن في حالتنا هنا انا دوت ابتدى يستوي، هغطيه واسيبه يكمل سواه عبال ما يتكمر والفراخ دي تستوي. بنتكلم على الوجبه نفسها اللي بتتقدم. احنا قلنا انها الوجبه بيبقى فيها نشويات، وممكن في الحاله ديت بيكون جاي معاها سلطه، ممكن يكون في سلطه خضراء، ممكن يكون في حاجه حلوه. هنعمل حلو مع بعض ونتكلم برضو عليه ايه انواع الحلويات اللي بتتقدم. لو انا بقدم حاجه بارده زي ما احنا ابتدينا وشفنا في الدولاب او الترولي او الكابنت او الباكس اللي احنا وريناه لكم في الاول ده، لو الحاجه بتبقى بارده بتفضل بارده فيه، وواحد تاني بيفضل فيه الاكل السخن. وبعدين لما بيجوا بيقدموا لنا الصينيه فيها الاكل البارد، وبعدين بيغرفوا السخن ويدوه لنا. على كل الاحوال ايه المشكله في الطيران بالذات؟ زي ما احنا قلنا في المقدمه ان لما بسافر بالقطر وبسافر بالاتوبيس مفيش مشكله، ما بتوقعش ان هم يقدموا لي اكل. ممكن تكون رحلتي في القطر او الاتوبيس ساعتين، في حين ان الطياره بتكون نص ساعه ومتوقع ان انا اكل. الطياره تملي بتبقى مسافات ما بين بلاد، يبقى اذا بيدخل فيها موضوع فيزا، موضوع تاشيره، موضوع هفارق الاحباب، بحضر الشنط، وزن زياده، بيبقى فيه قلق كتير. وممكن الرحله اللي هي تاخد نص ساعه ممكن انا بحضر لها 6 ساعات قبلها، ممكن يوم قبلها، وهكذا. وبروح المطار قبلها بكذا ساعه. اخر حاجه بفكر فيها هي الاكل. امتى بقى بفكر انا جعان؟ اول ما اعدي من كل المشاكل دي وبسلم على الكل وخلاص، والوزن ما فيش مشكله في الوزن والتاشيره وعديت وقعدت، اول ما اقعد في الطياره احس ان انا جعان. وعلشان كده بنقول لو انتوا حاسين ان الاكل الطياره مش هيعجبكم، لو هتاخدوا اكل معاكم اتاكدوا ان المضيفه ما تشوفوش عشان ما يبقاش فيه احراج، يا اما تاخدوا معاكم بزياده وتدوا لهم لو انتوا هتاكلوا اكل مش من الاكل اللي عندهم. بالنسبه للفراخ اللي هنا دي تقريبا كده استوت، وديت هتكون جاهزه ان انا اقدمها، وهحطها هنا نغرفها في الطبق اللي احنا قلنا عليه، اللي هو لو مش هقدمه على طول بزود الصلصه فيها شويه على اساس ديت اللي هتبقى لما تتسخن عبال لما تتبخر شويه يبقى عندي كميه كافيه من الصلصه، بيبقى فيه كميه كافيه من البروتين اللي هو الفراخ وكميه كافيه من الصلصه. وديت لو قدمتها بقدمها كده اهوت وبتبقى مع مكرونه، يبقى في الحاله ديت انا عندي الاختيار، ممكن احطها على المكرونه او المكرونه تكون نشويات، ولو ممكن اعملها